اهلا وسهلا بيكم. تعالوا نشوف اول اخبار نادي الزمالك ايه. كلنا عارفين ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت طلع من المولد بلا اي بطوله، زي ما بنقول طلع من المولد بلا حمص خالص. لكن الزمالك بيحاول يلم ورقه من جديد ويرتب صفوفه، عشان كده تعاقد مع النجم نادي الشرطه العراقي وهو مهند علي. مهند علي هيكون ضمن اول الاسماء المرشحه في قائمه هجوم الزمالك السنه الجايه، الموسم الجاي، لان الزمالك بيحاول يقوي نفسه من جديد، خصوصا بعد ما حل مشاكل تسديد مستحقات بعض اللعيبه اللي كانت موقفه القيد. بالتوفيق للنادي ان شاء الله. اما بخصوص نهائي الكاس، هيكون بيراميدز والزمالك، هيكون يوم الخميس 5 يونيو. المباراه هتكون بحكام مصريين، وغالبا هيكون الحكم المعروف المصري محمود معروف. كان في كلام ان عبد الله السعيد مش هيشارك في مباراه بيراميدز، لكن تم التاكيد ان هو يلحق المباراه. الزمالك قرر على سبيل الاعاره 2 من لاعيبته، وهو حسام اشرف ومحمد عاطف، والاتنين لعبوا مع الزمالك الفريق الاول. طبعا حسام اشرف سجل 3 اهداف من 20 مباراه لعبها، ومحمد عاطف لعب لكن ما سجلش اي هدف، لكن لعب 5 مباريات. اما بالنسبه عوده طارق حامد للزمالك، هو حاليا بيلعب في نادي في السعوديه. في كلام ان هو يرجع الزمالك، وبعض الناس بتقول لا مش هينفع لان الكبر سنه، وانا بصراحه واحد من الناس بايد ان هو ما يرجعش. كفايه في الزمالك دونجا، هيبقى كمان دونجا هو طارق حامد، يعني الزمالك كده ممكن يطرد منه كل ماتش 2 على الاقل. يعني 15 أغسطس عودة الدوري العام بنظامه القديم مش النظام الحالي. كلنا عارفين اللي تم إلغاء نظام الهبوط السنة دي عشان بعض الفرق زي الإسماعيلي بيقول لك اللي يبقى فيه فرصة تنافسية. قال يعني الإسماعيلي كان بينافس على الدوري أوي يعني. فطبعا بيقول لك اللي هو هيصعدوا 3 فرق ويبقى فيه هبوط 4 فرق دوت الموسم الجديد. من داخل كواليس نادي الزمالك، في بعض الناس بتأيد ان موسيماني يمسك الزمالك يبقى هو المدير الفني للزمالك، لكن الكلام لسه مش رسمي. لكن في كلام وفي اقاويل ان موسيماني هو اللي درب نادي الزمالك. كلنا عارفين ان اخر ماتش للزمالك في الدوري مع بتروجيت هيكون يوم السبت، وبكده يبقى ينتهي موسم الدوري العام ونبدأ الموسم الجديد في 15 أغسطس. كده يبقى خدنا جولة سريعة عن نادي الزمالك. نتمنى التوفيق لكل الأندية المصرية، وما تنسوش الإعجاب بالقناة والاشتراك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.